قبل المباراه وما بين الشوطين وبعد المباراه. كابتن محمد مساء الخير. مساء النور يا كابتن ميدو، اخبارك؟ حياتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام، وعايز اهنيك النهارده، بقول لك هارد لك الاول، وعايز اعرف رسالتك كانت ايه للعيبه قبل المباراه؟ والله الاول بس انا بشكرك الاول على كلامك الجميل ده الاول قبل اي حاجه خالص، وبشكرك اللي انت ما ضيعتش حقنا في اللي حصل النهارده. احنا الحمد لله رب العالمين، احنا نادي لسه يا كابتن منشأ في 2019. احنا بقى لنا 3 سنين دلوقتي، ربنا كرمنا صعدنا للممتاز به في خلال ال3 سنين دول. النهارده الماتش فرقه الزمالك الحمد لله احنا كنا شغالين عليها كويس خالص. وطبعا انا بشكر الناس محللين الاداء اللي كانوا موجودين معايا، ان احنا اشتغلنا على كل الثغرات اللي موجوده عند الزمالك النهارده، وقدرنا ان احنا نشتغل على الماتش، والحمد لله بفضل ربنا كان في توفيق من عند ربنا النهارده في الشغل اللي احنا عاملينه. بقالنا اسبوع عملنا نحفظ في اللعيبه احنا هنعمل ازاي وهنضغط ازاي وهنضغط بنفس الشكل ازاي، وازاي احنا نقدر نوجه اللعب عندنا فين وهنوجهه على مين في الزمالك عشان نقدر نخترق من المكان ده. الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نعمل الماتش اللي احنا ظهرنا بيه النهارده. وبشكر اللعيبه كلهم، وبشكر باقي الجهاز الفني، وبشكر برضو مجلس الاداره بقياده الباشمهندس باسم والاستاذ فريد، وبشكر كل الناس اللي كانت مساندانا ان احنا نظهر بالشكل ده النهارده. هل التشكيل فاجئك؟ هل اسلوب اللعب اللي لعب بيه النهارده خوان كارلوس اوسوريو هل فاجئك؟ بص يا كابتن، احنا طبعا اخر ماتش كان الراجل كان لاعب، وكان ماتش كان لاعب بسيراميكا، كان بيلعب بطريقه لعب كانت مختلفه النهارده على اللي كان بادئ بقى الشوط الاولاني النهارده. عشان احنا كنا متفاجئ ان انا كان ممكن يا دونجا اللي موجود يا الثاني اللي هو الارؤى اللي موجود في القلب وبيلعب بالاثنين زي ما نفس بدا في ماتش سيراميكا، وكان الحظ كان حالفه في الماتش ان قدر يجيب مكسب وربنا كرمه وكسب. وانا كنت بتمنى من ربنا الراجل يلعب كده الكلام ده النهارده، وكنت حتى النهارده عشان خاطر اقدر استحوذ على الحته بتاعت قلب الملعب، والحمد لله ربنا كرمنا النهارده. كابتن محمد بنحاول يعني طبعا بنعتذر لحضراتكم في مشكله يعني في الاتصال، الخط قطع من عند كابتن محمد، وهنحاول ان احنا نتواصل معاه مره ثانيه، ولكن يعني الراجل يعني بيتكلم عن ان هو توقع ان اوسوريو يلعب بنفس طريقه لعب ماتش سيراميكا بال4-1-4-1 بلعيب ارتكاز واحد، وهو ده اللي اشتغل عليه طول الاسبوع. اتفاجئ بطريقه اللعب اللي اوسوريو بدا بيها المباراه. ولكن يعني تاني باكد ان لازم ندي في الكوره كل واحد حقه، كل واحد اشتغل وتعب واخلص لازم ياخد حقه من الميديا ومن الاعلام. عشان كده انا مركز على الاخطاء اللي وقع فيها الزمالك واخبار الزمالك، ده طبيعي، ولكن لازم في الكوره ندي كل واحد حقه. الناس اللي اشتغلت لازم تاخد حقها. كابتن محمد اهلا بيك مره ثانيه. معلش انا اسف يا كابتن، بس احنا رايحين على الطريق فمعلش. فانت فوجئت بالبدء برؤى ودونجا، وان هو لعب ب3 ورا، بدا المباراه ب3 ورا، دي الطريقه دي فاجئتك يعني؟ انا بس هو ما هو كانش بادئ ب3 ورا يا كابتن، هو كان بادئ الماتش كان ب4 تحت، كان لاعب بيلعب بالمسلوسي، وكان بيلعب بالباك ليفت اللي هو الولد الصغير ده وشبانه وعبد المجيد. ده كان البدايه. لا ماشي اكمل واقول لك ماشي. فاحنا انا اتفاجئت بالتشكيله اللي موجوده، اتفاجئت انهم قعد كل الناس دي كلها، فانا قلت اللعيبه بتاعتي دلوقتي ما فيش فروقات بينكم وبين الناس الموجوده في الملعب، فلازم تتعب وتجتهد. حسيت ان انت كده فعلا ما فيش فروقات ما بين مستوى اللعيبه؟ كابتن انا حسيت ان انا هناخد الماتش، وده اللي كان الحساب بتاعي بتاع الماتش يا كابتن. انا وده اللي انا كنت شغال عليه، انا وحتى كان معايا كابتن احمد سمير مدرب عام معايا وبقيه الجهاز. قلنا يا جماعه احنا لازم ندي الثقه للاعيبه اللي احنا ناخد الماتش. فرصه النهارده، انت الزمالك في اضعف حالاته يا كابتن الفتره دي. الزمالك مش ده الزمالك اللي احنا نعرفه. طبعا الزمالك فرقه كبيره ومن اكبر الانديه اللي موجوده في افريقيا وفي مصر، وليه شعبيته وليه بس احنا حاولنا نستغل الكلام ده وانشغال اللعيبه في حاجات كتيره، بس الحمد لله ربنا وفقنا. وطبعا التحكيم طبعا كان عليه جزء برضو النهارده، بس الحمد لله بنحمد ربنا اللي احنا ظهرنا بالاداء ده وبالشكل ده في حد ذاته تعب وشغل يا كابتن ميدو من سنين على فكره، مش من النهارده بس. النهارده يا كابتن ميدو في لعيبه موجوده كانت بتلعب معايا في القسم الرابع موجودين، 4 لعيبه كانوا بيلعبوا القسم الرابع يا جماعه، كانوا موجودين النهارده في الملعب معايا من القسم الرابع، ومواليد 2001 و2000 و99 و97 و98. دي الاعمار اللي موجوده، مفيش بس الا احمد جمعه بس اللي هو اللي عمره كبير في الفرقه، وبقيه اللعيبه كلها هي اعمارها صغيره. انا بحييك يا كابتن محمد على المجهود الكبير اللي انتوا عاملينه، اللي واضح جدا في الملعب، وواضح جدا ان انتوا عندكم مشروع شغالين عليه بقالكم فتره،
وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم كمان في الدوري. وبقول لك النهارده عملتوا ماتش كبير وهارد لك الخروج من الكاس. الكابتن محمد حامد المدير الفني لنادي بروكسي، اللي يا جماعه الناس اللي قدامكم دي هم دول اصل صناعه الكوره. المدربين المجتهدين اللي بيروحوا يشتغلوا في اصعب الظروف، اللي معاهم بادجت قد كده، اللي بيحاولوا ان هم دول اصل الكوره. لازم نديهم حقهم ولازم نحترمهم، لان من غير الناس دي مفيش معنى للكوره. اسهل حاجه في الكوره ان انت تشتغل وانت معاك الامكانيات وانت معاك الدعم الاعلامي ودعم الجمهور والدعم طبعا المادي وكل حاجه. انما الناس اللي بتشتغل في الظروف الصعبه اللي زي الكابتن محمد حامد، وعلى فكره فيه زيه كتير، هم دول اللي لازم نرفع لهم القبعه.